في مثل قديم يقول الشيء اللي يزيد عن حده ينقلب ضده، وموضوعنا اليوم مو بس زاد عن حده، وصل لأعلى درجاته يعني. والموضوع مسبب لي ازعاج، بس انا صار لي فترة ساكت، فاتوقع انه صار لازم نعرف السيرة كاملة في فيديو اليوم. يا هلا والله، انا ليش متحمس بهالفيديو ما اعرف. المهم، الشامي هو اكثر بني ادم عامل قلق بالفتره الاخيره، وانا بهذا الفيديو ما راح اعلق لا على اغاني الشامي ولا على كلماته ولا ما اعرف، لان انا مو اختصاص هندسه صوتيه عشان اجي اقول والله هاي الاغنيه ما عجبتني وما اعرف ايش. خلص الزلمه عنده جمهوره وجمهوره مبسوط بهالشيء، احنا ايش دخلنا؟ انا بهذا الفيديو راح اعلق على تصرفات جمهور الشامي، بالاخص التصرفات اللي يعملوها بالحفلات. هو تقريبا اغلب حفلاته اثارت الجدل، بس اخر حفله اللي صارت بألمانيا هي أكثر حفلة طلعت ترند، صار فيها أحداث مو طبيعية، ومن بين هاي الأحداث فيديو البنت يلي صار ترند، وهو البنت يلي تبوس الشام. طبعا هذا الشيء متوقع يعني ومو أول مرة، بس طريقة البنت كانت شوي غريبة. خلونا نشوف الفيديو. يا طلب عن جد عم برجع في الرجل. تصوري نايا تصوري مشان اطول هذا اللي بس انا كمان بدي اتصور معك. ايوه برني انا خليهم يدخلوك. والله أنا زعلان على الشامي، مسكين حاول يبعد يعني قدر المستطاع، بس البنت يعني مهما كان ممثل ولا مطرب ولا أي شخصية عامة، هذا الزلمة له حياته الخاصة. يعني فرضي مثلا الشامي متزوج، إيش ردة فعل مرته بعد ما تشوف الفيديو؟ ها يلا ايش ردة فعل مرته؟ بعدين انت يعني شخص ما تعرفي عنه غير هالكم اغنية اللي حفظناها، تشوفيه بالشارع فورا. والاغرب انه البنتين اللي موجودين بهالفيديو امهم كانت معهم. شوفوا لي حتى الام بدها تتصور مع الشامي. كمان بدي اتصور معك. ايوه برني شو حتى الام مبسوطة يعني وجايبة هدايا للشامي وحافظة اغانيه، ما شاء الله ما شاء الله. انا راح خليهم يدخلوك قبل ما اتصور معك. صرت اكل شي 70 بوسه من لما اجي. بس انا هون الشامي حاول يقول انه اكل 70 بوسة قبل ما اجي لهون، فالبنت قالت جملة ذهبية بنهاية الفيديو: انا بوستي غير شكل. بس انا بوست غير شكل. ما شاء الله ما شاء الله. هذا تصرف واحد من التصرفات اللي يعملوها جمهور الشام. خلونا نشوف فيديو ثاني اثار الجدل، وهو الفيديو اللي انتشر بالفترة الماضية، البنت يلي تركها حبيبها عشان الشامي. تنوضح تركني صاحبي كرمال الشامي، يعني شو بعمل؟ يعني شو بعمل؟ هون البنت تقول تركني حبيبي عشان الشامي، ايش بدي اعمل يعني شوي، والبنت تقول يعني والله انا لو مكان صاحب هي البنت كيف. خلونا ننتقل من التصرفات اللي يعملوها بالحفلات للاشياء يلي يعملوها على السوشيال ميديا. في هذا الفيديو انا حبيت اختار شخصيتين هم اشهر شخصيتين فان للشامي، واول شخصية معانا هي رورو. شوف سبحان الله من الاسم تحسها فانز للشامي، رورو فانز الشامي. فرورو بنت تعمل فيديوهات وتصاميم للشامي، وهي ايش مستفيدة ما اعرف من هذا الشيء، والتعب يلي تحطه بالمقاطع. خلونا نشوف بعض مقاطع رورو. عود برضا قلبي فداء، انا ورد بس ورد نرجس، كلي برد بس صعب ارجع. يعني انا لاحظت شيء برورو انه اي كلمة تنقال باغاني الشامي تلاقي رورو جايبتها. هون ذكر ورد جابت ورد، يعني لو الشامي يقول مركبة فضائية تلاقي رورو حطت مركبة فضائية على سطح بيته. شوفوا هذا الفيديو، رورو كاتبة يحاولوا يكسروني وانا ماخذ الشامي قدوة. روح اعلى ما بخيلك ركبه، اعلى ما بخيلك ركبه. يعني ايش دخل؟ بس ركزوا لي على كمية الصور اللي موجودة بغرفة رورو. يعني هون تفوت على بيت اهل رورو ما تلاقي صور العيلة، مثلا صورة اخوها صورة ابوها، لا تلاقي صور الشام. وانا متخيل الصالة عندهم في صورة للشامي عرض 4 متر. خلونا نشوف في فيديو لرورو لفت انتباهي يعني. انا ورد بس ورد نرجس، كلي برد بس. رورو حاجزه مزرعه، جايبه خيل، جايبه هي طاوله النرد، يعني باقي بس توقعي مع شركه انتاج وتعملي الكليبات عن الشام يغني وانت تعملي له الكليبات. بس في ملاحظه على هذا الفيديو انه رورو قالت كل شيء بالحياه ما عدا كلمات الاغنيه. ركزوا لي على حركات رورو. كلي برد بس صعب ارجع، شمية نرد هيدا تعبي. يا ريت يعني نشتغل على هذا الموضوع وتصيري انت تعملي كليبات عن الشامي، وموفقه ان شاء الله يا رورو، لان الاغنيه لسه ببدايتها ورورو موصله لنهايه الاغنيه. يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا. يعني لحد الان الموضوع فيه مياعة بس مقبول. تخيلوا لو هي التصرفات يعملها شاب، متخيلين الوضع؟ تخيلوا تصرفات رورو يعملها شاب. خلونا نشوف ثاني شخصية معانا اليوم من فانزات الشامي، وهو حمود. حمود شاب ظريف، يعني مشكلته الوحيدة انه فانز للشام. خلونا نشوف فيديو لحمود.
لا يعني انا نفسي اعرف ليش هذول الاشخاص يعاملوا الانستغرام على انه جروب العيل. جماعه هذا الشيء تنشره على انستغرام يعني كل العالم راح تشوفه. وحاليا اي شيء تنشره على الانترنت مو بهالسهوله ينحذف. لا تتذاكى وتقولي لا عندي زر حذف احذف من عندي. لا، في عالم ساحبه هي الفيديوهات ومحفوظه عندها. لا تفكرني ابالغ، انا عن جد كذا مره اشوف صفحات اخذينك واخذين رورو محتوى، يعني ينزلوا فيديوهاتك وفيديوهات رورو ويتمسخروا عليه. نهايه الفيديو يا جماعه يعني مين متوقعين اللي يعملوا هاي الحركات؟ مين اللي يعمل كل هاي التصاميم واللي يطلع على الشامي بنص الحفله؟ اطفال كلهم اطفال، وهذول ما راح يحسوا بتصرفاتهم غلط الا بعد كذا سنه. احنا مهمتنا بهاي القناه يعني انه ننور الجيل الصاعد. منور ربي يسعدكم. سالفه للبيع وبس. والله هذا حساب على الانستغرام، ضيفوني عليه، بنزل اشياء رائعه ونتواصل مع بعض هناك. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام. مو ظابطه مع الكلمات ابدا.